باتجاهنا، يعني باتجاه الجسر ما يضربون، لانه البيوت اللي يمين الجسر ويسار الجسر حاليا بدينا، وابن الهندسه جوا. واضح؟ تهيئوا عالجوا. تسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم. والله هو كان يريد عمو يطلع للبصرة يروح، اللي هو صاير يعني طبق بيتنا احنا وياه، بيت واحد باعتبار بس حائط. دحقنا قلنا الولد يعني مستقبلهم حلو، سادس علمي. طلع ويا عمو، ظل ننتظر تقريبا يومين او 3 ايام، خبرونا وصلوا عبروا النخيب على كربلاء. فقال بابا انا طلعت هسه ولا تديرون بال، واحنا عبرنا والحمد لله عبرت. قام يشتغل بالتمر بالمينا. شو هو فترة احنا ما ندري انه افتى المرجعية وانه راح بالحشد، هاي كلها احنا هم يدرون اللي طالعين، بس ما راودوا يقولون لابوه ولا يقولون لنا، احنا ما يصير خوفنا عليه. ايها الرافضة، قسما قسما ان مكننا الله منكم لنزهقن ارواحكم ولنسفكن دماءكم ولنقطعن أشلاءكم إربا إربا. كان البلد تقريبا ثلث من البلد هو بيد الدواعش، فقررنا بتوجيه من سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلاء أنه نشكل لواء علي الأكبر. المطلوب أن يحث الأب ابنه، أن تحث الأم ابنها، أن تحث الزوجة زوجها على الصمود والثبات دفاعا عن حرمات هذا البلد ومواطنيه. طبعا سمينا 4 أفواج، منها الفوج الأول هو فوج مالك الأشتر اللي كنت أنا مسؤول عنه، ودربت أغلب مقاتلينا في معسكر في قضاء الهندية، معسكر الرجيبة. كان تعداد هذا الفوج بحدود 1400 مقاتل. بدأ العمل وانطلق هذا اللواء المبارك، والحمد لله وشكر كانت انطلاقة مباركة، حيث في بدايتها تم تحرير جرف النصر اللي هي كانت الخاصرة الرئيسية لمدينة كربلاء ومدينة النجف ومدينة الحلة ومدينة بغداد. طبعا اسم سنبل هو اسمه الحقيقي محمد، بس لمن راح داوم بلوع على الأكبر فاتفق ويا جماعته، يعني قال لهم أنا إذا ينظهر اسمي الحقيقي أهلي جوا يعني راح يذبحونهم. عندنا أختي الصغيرة من هو كان عمره تقريبا 1.5 سنة 2 أكو أفلام كرتون هيك شايل شمسية يسمونه سنبل قبل قديم، فهو من وكاحيته قالت له أنت تشبه سنبل، فمشت عليه سنبل لحد فترة يعني تدري الطفولة. بعدين شوية كبر لا راح الموضوع النساء، هو اختار الاسم سنبل لأن شلون تقول شفرة بيناتنا. أنا أعرف اسم سنبل منه لأن كان صغير وعمته وأمه، إحنا يعني شلون نقول الأقارب اللي عمامه مثلا اللي مقربين تنقول. إحنا ظلينا خايفين لا يحسون بداعش،
انه هو مداوم، وين راح يجرد على اخوته وعلى ابوه. والله انا ما نعرف بيا ساعه يصير هجومهم علينا. عشنا ايام صعبه. حياة وقفت، دراسة، مصالح، شغل، كل شيء انتهى. جت قوة يعني تسحت مثل ما يقول هدفها الأول والأساسي الدمار والخراب. طبوا الشرقاط الظهر. مع دخولهم تقريبا بساعة اشتعلت كل المراكز الحكومية، واستمرت هذا القوة بالتجحفل يعني صوب بيجي وتكريت يعني باتجاه بغداد خلينا نقول. فبدأت تظهر المناصرين، مناصرينهم اللي الناس اللي وياهم كانوا، واللي القيادات الخلايا النائمة. القوة اللي جت من برا استمرت باتجاه بغداد. اللي مسك الأرض بعدها هم اللي كانوا مبايعين من مناطقنا، يعني الخلايا النائمة اللي كانت تفجر، كانت تزرع أبواب، كانت تغتال الجندي، الشرطي، الموظف، صاحب الأموال، صاحب العقار. فهي هاي اللي مسكت الأرض. كانت الساعة تقريبا 1:15 بالليل. والله احنا عرفت اهلي كلهم يمي متواجدين، ابو محمد واسامه ابني الاخر. ما ادري شلون قعدت بالليل لحقت هم ماكو، يعني لا ابو محمد ولا الولد، ما اعرف شلون وين راحوا. هاي الساعه تقريبا 1:15 هذا الحكي. ادحق عليهم ماكو، وين راحوا ما ادري. طلعت باتجاه الباب، بعد ما وصلت باب المطبخ، باب الحوش قدامي مردود. يا ابو محمد، ابو محمد، ابو محمد. فوتتهم كلهم علينا داعش بدون دق بدون اي استثناء. طبوا. طبعا انا ببالي قاعد يشتغل وين راحوا وش راح اقول، واعرفهم جو راح يعني يدورون لهم، بس انا ايش راح اقول؟ شكو؟ لا ماكو شيء، بزوني. شلون طبيتوا بدون ما تفتحون الباب؟ أنا القائد هنا. شو تريد؟ احنا ندخل أي بيت نريده وبلا استئذان. شلون ما وين راعي بيتك؟ راح وده ابنه للمستشفى مريض. كم واحد انتم متواجدين بهذا البيت؟ أنا وزوجي وابني الكبير وسام وحسام وأسامة. وكلهم موجودين؟ لا، محمد طالع برا. محمد وين؟ بالبصرة يشتغل ويا عمو بالتمر. كذب! محمد بالحشد؟ لا مو بالحشد. عندش بنات؟ اي عندي 2 صغار. نريد نطب نفتش البيت. شلون تطبون وماكم احنا بالبيت؟ احنا ندخل اي مكان نريده. ما تطبون. عرفتي لو لا؟ ما تطبون. ندخل وعندنا معلومات كاملة عن هذا البيت. ما تطبون. مخرجت؟ يلا فتح الباب. ديري بالك تتحركين شيء من مكانه. لا تحركين تتحملين المسؤولية. فتت على الغرفة مالتي والميز محطوط موبايل ابني. مدري شلون الله قال شيلي هذا الموبايل، يعني ما اعرف شنو البيه الموبايل. هل مراسل اخوه؟ هل منطي يعني اجوبه، منطي سؤال؟ ينتظرون الجيش وتقدم بعد الجيش علينا، صار مثل الباج ننتظر رساله حتى نمشي.
ما ادري شلون شلت الموبايل اني بدون لا هو يحس. الباب احنا عندنا كل المعلومات عن هذا البيت. اكسروه؟ انا قلت له بس عاد توسلت عليه قلت له بناتي نايمين بلا يغطى. خليت عذري بناتي في سبيل اني افوت لان اكو هدف قدام اريد اشيله. قعدون منهم فجأة هل يصيحون دواعش الدواعش طبوا على الحوش مداهمة. طلعت أني طبعا تدري أنت تطلع لحاية وكفش وواحد ينرهب، وإحنا اللي نعرفه عنهم ناس كفرة إيده والساطرة ذبح ما يتعامل بس بالموس يذبح. طبعا يخوفون وأنت أسير عندهم. صيحوا علي تعال حجي. حي الله ابو محمد. حي الله من قال. محمد وين؟ ما اعرف. لا تعرف كل زين، تعرف كل زين. واخر مره اقول لك محمد وين؟ واني لاخر مره اقول لك ما اعرف. لا تعرف كل زين يداوم ويا الروافض. هو هالطولة وين المعارف؟ شنو هالحكي؟ وهذا شو اسمه؟ محروس. بسام. جيب لي الجنازه والبطاقه التموينيه. روح يا بنوك جيب الجنازه يلا بسرعه. شيء صار يا صار. لا اقول لك محمد وين؟ قلت لك ما اعرف. زين ان شاء الله راح اراويك محمد وين واعلمك شنو انا. ولا الامير هذا منو؟ ما اعرف. لا تغشم روحك. من هذا؟ قلت لك ما اعرفه ولا شايفه، ومستحيل اي واحد يقدر يعرفه من خلال هاي الصوره لانه ما مبينه بس عيونه. باو على زين، باو على زين وياي يحكي. باو على زين. هذا منو؟ مثل ما قال ابوي من عرف؟ ما تعرف. زين راح اخليك تعرفه، راح اجيبه واخليك تعرفه. بديش الساعه صدق راح اخليك ما تعرفه. فهمت؟ ونسيت اقول لك اني رايح ولا تفرح، راح ارجع لك مره ثانيه. هاي اذا دامت لكم ورجعت. اللي خبر داعش إذا أقل شيء كل أسبوع الصبح فوق قبة منارة مال جامع لبيك يا حسين الراية ترفرف
لبيك يا حسين. طبعا داعش تخبل على الحيطان مال المضافات مالهم. يا زهراء يعني هم بهيج حالة شو يعتبرون مخترقين من قبل الحشد الشعبي. بالليل أحس صوت مال الباب انهجم، طلعت أركض، ابني نايم جوايا، طلع أسامة طلع يركض وياي. أبو محمد أنا وعدتك أرجع ورجعت. دوم. خليك تتنفس شوي حتى لا تموت ورانا شغل هواي. شو راح لسانك ابو محمد؟ وان شاء الله قصه هناك. يلا يلا حرك. تعال تعال خذ تعال. حرك. قم. قبل لا يشد عيني هذا الداعشي مدحجنا هذا يعني من منطقتي وجيراننا. انا قلت له عمي يعني انا ما عندي شيء وانت مثل ما يقول تشلب بي بعد شنو السالفه؟ بلشي يفكني بلشي شيء ما اعرف ايش صار فجاه يعني ما تعرف شنو التهمه شنو شكو. احنا طبعا اكثر من مره داهمونا وندري انه عندهم يعني معلومات لكن هذه المره صارت كبيره وخصوصا يعني الشيء يخص الحشد الشعبي هذا الشيء مو هين مصيره الموت يعني ما بي. والله قلت لك خذوا وشدوا عيوني ولكحوني بالسياره. احس ان جابوا ابويا وياي. ما اعرف شنو يعني وين ودونا. مشت السياره يعني تقريبا 10 دقائق مو كثير حيل يعني الظاهر حسب تفكيري يعني بيت مو بعيد عن منطقه يعني بغير حي بس بالشرقاط ما طلعنا يعني. دعموا البيت اذوا الاطفال حتى الطفل عندنا يعني ما حد سلم من عندهم. ما اقدر بس على المره لكن شافوا نسواننا شنو نسواننا الحمد لله زلم عندنا الوالده بكل شجاعه تصدت لهم والحمد لله. عندنا موبايل مشكل على السطح صرصر مخلينه على التغطية ننتظر قدوم الجيش. تعال نعرف وين وصل يعني ينطون احداثيات. ينتظر محمد اللي هو ابني الكبير اللي كان طالع ننتظر يرد لي رسالة. قال انتظري مني رسالة ما تعرفيني بيا ساعة اقول ليش طبينا. انا رحت صعدت الدرج جبت الموبايل اللي هو بالحائط مشكل وضميته ونزلت على بنواتي ما بنفس مكانهن والله على زتتهن من الخوف ما عاد يستجري نقوم ابد. قطر روسهن وخاتلات لي ما نشوف البلوى اللي عندنا جوا بالغرفه شلون راح يطلعون بيا طريقه. كسروا لك الغرفة يدورون سلاح. قالوا اريد المسدس اللي عندكم كاتم واريد الموبايل اللي جالكسي ابيض. انطوا كل التواصيف هو مال اسامه الموبايل. جايتهم معلومات كامله. انا انكرت قلت كل شيء ما عندنا. الغرفه كسروها هجموا البيت كله. احنا لا عندنا سلاح ولا عندنا موبايل. هذا الموبايل اللي تقولون عليه احنا اجتنا الجوع وبعناتها ناكل به. طلعوا راحوا. والله اني ساعة قلت لا يروحون يعني يجيبون نساء وياهم تفتيش. شلت القراضة اللي أشوفها اللي يريدونها هم يدوروا لها شلتها
رحت عند جار مو بعيد عنا، مو أول بيت ثاني بيت ثالث بيت، شلت هذه الأغراض كلها بالليل تقريبا الساعة 3:15 دحقت يمين يسار ماكو شيء. هاي خليها يمك لحد ما اجي اخذها منك. شنو بيها؟ من طبون الغرفة تشيس براسي ودي على الخلف مشدودة، ظل يدفع بيا لما التكيت حايط وراي اتكيت عليه، ما أعرف منو معاي. بعدين شوية جو شالوا التشيس، عيوني ظلت مشدودة، أنا مشتفة إيدي لورا، فأدفع بركبتي على أساس أمسح حرق. طبعا جسمي مي، عبارة عن قطعة مي من المكان اللي حاطين بيه ما ينوصف من الحر. ظليت أحاول حتى أعرف منو معاي، أمسح حرق وكذا وأسوي حركات. طلعت شوية قمت أشوف اللي جوايا، واحد داعشي نايم ويانا بالغرفة، ياخذ المعلومات عن طريق هذا على أساس نايم، فما حكينا كلش. الله عليك. قاعد هنا؟ من وين؟ أريد وين؟ أريد وين؟ أريد وين؟ ما حكاوك؟ جناب الأمير ما قدرت أحصل أي معلومة، بس هذا النقص يريد مي، تريد مي ولك عليك. وين ابو المي هذا؟ وينه؟ وينه؟ هذا؟ شو لسانك؟ طلع لسانك، طلع لسانك، طلع. هذا الوجه انا شايفه. اهلا ابو محمد. قلت لك راح نلتقي، قلت لك راجع لك. خلي في ايدك الحق الرافض، خلي في ايدك اللي ابنك وديته بيه. هذا ابنه شبيه ثاني. هذا ابنك؟ خليني اشوفه. لا 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 خليني اشوفه. شنو شجاع بالبيت مالتكم؟ جيبوه. ضمنه. الله يخليك، والله ما مسوي شيء، ما مسوي شيء. والله ما حليكم واحد عايش. شالوا ابني، قال جيب لنا هذا الصغير، ابنه هذا مو ابنه، قال له ابنه. ودوه بغرفة ثانية أو ممر أو يعني بس ما أشوفه، يعني ما بغير مكان، بس أسمع صوته بإذني. أسمع شلون يعني تقضب لك فرد شيء مخدة من تضربها تب الضربة مالتها. قاموا يضربون بي، يقتلون بي، بس يقتلون بي بشيء قوي، يعني تدري أحس مو مال طق راجدي أو يقتلون بي بفرد شيء. يعني أسمع يصيح والله ما عندي شيء، والله ما خابرت أحد، والله ما. قاموا يزيدون عليه، أسمع اللي الضرب.
اثناء التعذيب طول، حيل تاذيت. فقام يجي يساومني ادري فاتح كاميرا قدامي، يعني اعرف انه جاي يصور بيها واعرف انه ينتظر زله، فيقول لي حفظني كلام انه اقول له لازم قدام الكاميرا ويهدني. يعني تحكي انت بس تحكي راح يقتلونك والاصدار مالك اللي التهمه مالتك انت بعد توثقت. طبعا الوقت ما اعرف، يعني الداخل ما اعرف الوقت، يعني هذيك الليله صارت ايام. بس ضحك علي ما اعرفه. بعد ما اعترف ذكرتني. محمد وين؟ والله ما ادري عنه، ما اعرف عنه شيء، والله ما ادري عنه. اقول لك محمد وين؟ ابوس ايدك ما ادري عنه، والله ما ادري عنه، ما ادري عنه. لا تعترف براحتك، بس راح اخليك زبون دائم لهاي الغرفه. كيف حكي؟ جابوا لي صورة سنبل من قدامي. قال هذا مو اخوك؟ قلت والله ما ادري، هو يعني بس عيونه طالعه. فضربني، قلت له انت انا اعزل، انت لو ازلمه صحيح تروح تجيبه من الجبل، انت مو تقول بجبل مكحول ويقاتل ويقتل بهالاخوه، انت روح جيبه من هناك. هو ذبحه، انا اقف لك فوقه يوم انت تذبحه. ومن ثاني يوم الصبح الحكي راحت انه اشتكت عليهم، راحت على قياده انه عندهم محكمه هم شرعيه فاتحين انه يدعون بها الاسلام والدين. استريحي. أريد منك قسم إنك تقولين الحق. أقسم بالقرآن أقول الحق. عندك ابن يداوم بالحشد؟ إيه. يعني تدرين بيداوم بالحشد الرافضي؟ أنا لو أدري ما جيت يمكم هالساعة، والشخص ما يتحاسب على أفعال غيره. لا تعرفين شيء وتدرين بيه وين يداوم. ما لي ذنب ولا أبوه ولا ذنب، داهموا البيت واخذوا أبوه وأخوه واقتحموا بالبيت ودفعوني وشغلوا بنياتي برا. والله وعدني هو انهم يطلعون، يعني حيل يعني وقتها ما كنت اتامل انهم يطلعون، يعني قلت ما معقوله يعني. والطرق انسدت وقامت طيارات تضرب مضايفهم وهم وين يسجنون؟ المحكمه اللي احنا فتنا بيها هي سجن، هم لهم يعني هم قاعدين حاسباتهم شغلهم ترتيبهم هي داخل هاي عيادات مال الدكتوره محصورين بيها. احنا يعني فكرنا ما نظل، صار علينا مؤشر ودرب ابننا بالحشيد، ومن هنا صارت المضافه وقدامنا مضافه، ساءت الامور اكثر. جبال مكحول جوها قريه المسحق، نزل على القريه، هو شكله شعر
اسمر ولهجته يعني يرهم داعشي، لانه من المنطقه يعني شلون تقول، فاذا حكى اللهجه هم يحسب يقول لك هذا داعشي من جماعتنا هذول اللفقه اللي هنا من العراقيين تنقول. فنزل تسلل عليهم وشاتل يمكن اعتقد بوقتها قال 3 وجاب سلاحهم وجه. على فكره هو طبعا كانوا يسمونه صائد المفخخات، يعني على كلام ربعه المفخخه تجي ما تعبر ما تعبر. والحاج علي الحمداني البطل الله يحفظه ان شاء الله حكى لي اياها، قال احنا تونا محررين المنطقه اللي اطراف تل عفر، يعني جاي يتقدمون يزحفون على تل عفر، فقال حررنا وسوينا ساتر دائري بباب، قال ما حسينا الا المفخخه طبت، بعد ما نعرف شو نسوي، يقول قلت اصيح لهم استتروا بعد طبت ما ظل بها مجال. فيقول قام سنبل شان الشيء القاذفه يعني هيك كان برود اعصاب، قال ضربها وفجرها، قال انا قلت اقل شيء راح يطير نص جسمه، قالوا انه يتنفض كل شيء ما بيه، بشرني كل شيء ما بيه. قال جيب الخنزير الرافضي أخذني على غرفة ثانية، طبعا عيوني ما فتح المجدودات، قال راح نطب على هاي الغرفة من تحس اكو تبريد ثني على ركبك وتمشي زحف على ركبك لحد ما تصل تحس اكو فراش ثخين دوشق او فرد شيء وتقف، يعني تبقى مثني ولا تتحرك. وش تنسأل تجاوب، واي جواب يعني مو صحيح اكو واحد راح يحضر سيف ويطير راسك قبل. قلت له انا ما عندي شيء ان شاء الله والله مع المظلوم. قال شنو قصدك احنا ظلام؟ قال فوت انا اعلمك اليوم.